سيداتي آنساتي سادتي، نبدأ المغامرة. وأول حلقة اليوم تعريفية، غادي نعرفكم على القناة وعلى صاحبة القناة، وبالتأكيد نجاوبكم على السؤال: علاش صوت فقط أو بودكاست؟ اسم القناة تغذية راجعة هو أسلوب اعتمدته أنا شخصيا أكثر من 8 سنوات. هو أكثر من كتابة يوميات، بل كتعداها إلى التأمل في أحداث اليوم وتكوين رؤية واضحة على المواقف بعيدا عن المشاعر اللي كتكون في ديك اللحظة، وبالتالي يمكن لك إعادة النظر في الأفكار. فكرة القناة جات من ملاحظتي أن المشاركة التجارب والمناقشة فيها كتعطينا بعد آخر للفكرة، وكنشوفوها من عدة زوايا. وكيف ما هو معروف، كاين جوج طرق للتعلم لا ثالث لهما. الأول هو التجربة أو تطبيق المعلومات، والثاني هو المشاركة، وهذا الشيء اللي غادي يكون في القناة. ندوز لصاحبة القناة. أنا سيدة مغربية من مواليد مدينة الدار البيضاء، عندي مستوى تعليمي متواضع، أنا ماشي كوتش أو أستاذة باحثة. خديت الماستر ديالي وكنشتغل به كموظفة في القطاع الخاص. كنآمن بأن أهم صناعة هي صناعة الإنسان، لهذا كنبقاني ديما كنبحث وكنقرا في مجال التطوير الذاتي وكنحضر دورات في الميدان. رسالتي هي نكون فعلا خير أمة أخرجت للناس، وترجع أمة الإسلام لسابق عهدها إن شاء الله. مجالات اهتمامي كتدور حول مواضيع التربية، الأنوثة، التطوير الذاتي والذكاء المالي. يعني هادو هما المواضيع ديال الكتب اللي يمكن لكم تلقاو عندي في الدار، او الدورات اللي كنحضر ليها حضوريا او عن بعد. دابا اخر سؤال: علاش بودكاست؟ اولا لان المعلومات اللي كتكون بالصوت فقط كتحترم الوقت، وهو اغلى ما كيملك الانسان. الا مشى ما يمكنش لك ترجعه، فيمكن تسمع هاد التسجيل وانت كتمارس اي عمل ما كيحتاجش منك او ما كيطلبش منك درجه كبيره من التركيز، بحال الرياضه، بحال الطبخ وغيرها. ثاني سبب هو ان الشكل ديال البودكاست ما كيتطلبش مهارات تقنيه اللي خاصه بالصوره والمونتاج والتصوير وغيرها. فعلا هاد المهارات ما كنمتلكهاش، ولا بغيت نمتلكها غادي نضيع فيها بزاف ديال الوقت، وبالتالي غادي ياثر على الفعاليه والانتاجيه ديال الحلقات، وما غاديش نقدروا نناقشوا بزاف ديال المواضيع. ثالث سبب هو ان البودكاست عنده منصات خاصه به اللي هما الايتونز والساوند كلاود وغيرها، غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. انا فقط بديت باليوتيوب لانه هو اللي معروف اكثر في بلادنا. اللي جميل في المنصات الاخرى ديال البودكاست انها ما كتعرضش المعلومات اللي خاصه بالمحتوى، بحال هذا اكثر مشاهده، هذا طلع طوندونس اللي كاينين في اليوتيوب. هذا كيخلي المحتوى كيعطيه واحد النزاهه، كيخرج صانع المحتوى من المنافسه مع الناس، وكيولي كيتنافس فقط مع نفسه وكيقارن راسو البارح باليوم. للاسف هاد سياسه القطيع اللي كاينه في اليوتيوب هي اللي ساهمت في رداءة المحتوى اللي كاين صراحه في بلادنا، اللي ما كيناسبش لا تقاليدنا كمغاربه لا قيمنا كمسلمين. هذا ما كان. قولوا لي في التعاليق ارائكم في هذا الشكل ديال المحتوى، هذا الشكل ديال التسجيل اللي هو بودكاست، المواضيع اللي تبغونا نناقشوها مجموعين. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الناس اللي كتظنوا انهم غادي يكونوا مهتمين بهذه المواضيع. تفعلوا الجرس باش يوصلكم الحلقات الماجيه. الحلقه المقبله بحول الله غادي ندوي فيها على موضوع مهم كيتعلق بالاهداف، كيفاش نفرقوا ما بينهم بين الاحلام، كيفاش نحطوها وتولي حقيقه على ارض الواقع. السلام عليكم.